بلاك آدم بطل من حضارة قديمة لمدينة كاندهاق، ومن 2600 سنة كان بيقاوم ظلم الملك الشرير أكتون اللي عمل تاج من السحر الأسود علشان يحكم المدينة ويستعبد كل شعبها. وعلشان ياخدوا حريتهم حصل من جيل لجيل لغاية ما وصلت ليا. بيكملوا طريقهم لغاية ما بيوصلوا لمنطقة في الجبل، وبتقول لهم إن كل الكتابات بتقول إن التاج موجود جوه الجبل ده. تدخل أدريانا ومعاها إسماعيل ومعاها سمير للجبل، وبيسيبوا كريم جوه العربية، وبتقول لهم يلا علشان نستعد نشوف ونستكشف ايه اللي جوه الجبل ده. ولازم تفهموا حاجه، ان التاج ده مش لازم يقع في ايد اي حد والا هنكون في خطر كبير. بيروحوا فعلا للجبل، وبتقرا وهي داخله كتابه من على الحيطه بتكتب فيها ان البشر اديناهم السحر، ولكن للاسف قلوب البشر كانت ضعيفه واستخدمت السحر بشكل سيء جدا، وعلشان كده احنا قررنا ابعاد القوه الاسمى من الارض وخبناها هنا. بتقول لهم ده معناه ان الجبل ده موجود في تاج سباك. فسمير بيقول لها الجبل ده احتفظ بالتاج 5000 سنه، وما اعتقدش ان من الحكمه ان احنا نخرجه منها. فبتقول له احنا ما عندناش حل تاني علشان نحرر بلدنا. فبتبص وراها وبتقول له هو اسماعيل فين؟ وسمير بيقول لها انا ما اعرفش وما تقلقيش هروح ابص عليه. في الوقت ده كان كريم قاعد في العربيه وبيسمع الاغاني ومروش على نفسه على الاخر، وفجاه بيلاقي سمير اترمى من فوق الجبل وغرقان في دمه، وبيحاول يشوف هو في ايه، ولكن بيخرج عليه مره واحده قوات الانترغانغ. في الوقت ده كانت ادريانا في الجبل وبتلاقي اسماعيل، فبتقول له هو فين سمير؟ قال لها سمير اتخنق وقرر يخرج بره الجبل يشم هوا. بتكمل ادريانا هي واسماعيل جوه الجبل، وبيلاقوا على الارض عبارات مكتوب عليها سيبقى هنا راقدا بلا احلام الى الابد، ومكتوب عليها اسم تيث ادم، وكمان مكتوب ان ده العبد اللي صار بطل وهزم الملك زمان. وبتقول له ان هو ده بطل هنداق اللي معروف عنه في الماضي. بيكلموا اسماعيل وبيقول لها ازاي بقى بطل وحابسينه هنا في قبر تحت الارض. بيكملوا طريقهم بيشوفوا التاج وهو متعلق في الهواء، وبتروح ادريانا تنط من صخره لصخره لغايه ما بتمسك التاج. واول ما بتمسكه للاسف بتلاقي مجموعه كبيره من قوات الانترغانغ حوطوا المكان ومسكوا كريم واسماعيل بيقول لها اهربي يا ادريانا، وبعدين بيفضلوا يضربوا نار عليها. والقوات بتقول لها قدامك 4 عداد بالظبط وهنفجر دماغ كريم اخوك، لكنها بتجري بسرعه وتقف عند قبر البطل وبتقول لهم ان التاج معايا اهو. ساعتها بياخدوا التاج منها وبيوقعوها على المكان اللي فيه القبر بتاع البطل. بتقرا الكلمات اللي عليه وبتفك السجن بتاع البطل وبتفتح القبر بتاعه، وبتقول انا الاعتى بين الفنين وانا سيد الاسياد، وبتنطق كلمه شازام. وفجاه بيجي من السما شخص غريب جدا وبيقع على الارض وبيبقى ضخم جدا. ساعتها بيروحوا يقربوا منه لكنه بيمسك واحد منهم بيحرقه بقوته. بتبدا الانتر جانج تضرب عليهم نار، ولكن الرصاص ما بيبقاش مؤثر فيه تماما. وساعتها بيهرب كريم ومع اخته ادريانا وبيفتكروا ان اسماعيل مات، وكانت صخره كبيره هتقع ساعتها على ادريانا، لكن البطل ده بيحطمها تماما وانقذها، وهي بتشوف انه انقذها رغم انه ما يعرفهاش. بيجروا ويخرجوا من الجبل وبيفتح البطل مكان في الجبل وبيخرج منه، وساعتها بيشوف حاجات غريبه، طيارات وجنود واسلحه كلها متوجهه عليه. ساعتها ادريانا واخوها كانوا بعد ما اخدوا التاج. بتبدا طبعا المعركه ما بين البطل الخارق ده والقوات بتاعت انترغانغ، لكنه بيشوف ان رصاصهم وسحرهم ما بيأثروش فيه تماما وبيستخدم قوته، وبيبدا يخلي الاسلحه دي كلها تضرب في بعض وبيخلص على الجنود بمنتهى السرعه. في الوقت ده بيظهر هو قدام العربيه اللي فيها ادريانا، ولكن بيبقى في واحد من قوات الانترجانج بيحدف عليه صاروخ، وبيمسك الصاروخ بايده ولكن بينفجر مره واحده وبيسبب له جروح. ورغم انه بيقدر يقف قدامه ويخلص عليه اخر واحد من الجنود لكنه بيقع من طوله، وساعتها بيتاخد. المشكله كبيره ان ادم ظهر. اما في جمعيه تحقيق العداله بيظهر واحد اسمه كارتر، وبيتكلم واحده اسمها وولر بتوري له اللي حصل في كندهاق، وان في انسان خارق للطبيعه وغير ملتزم بالقوانين. الانسان ده ظهر وبيتسبب في موت عدد كبير من الجنود، وعلى الجمعيه ان هي تحقق اهدافها في تحقيق العداله، وان هي توقفه وتعتقله، واحنا لازم نحبسه. وده فضل نايم 5000 سنه، ولو قدر يتكيف مع الوضع الحالي مش هنقدر نهزمه، وانت عليك ان يبقى معاك فريق قوي علشان توقفه. فبيقول لها وانا اخترت فريق في بنت اسمها ماكسين هانكل، والبنت دي ذكيه جدا وعندها مهاره التحكم في الرياح، وابن اخويا اتوم، وكمان الساحر كونت فايت. بيصحى تيث ادم بيلاقي نفسه في بيت غريب وقدام ولد صغير، وبيقول له ايه اللي جابني هنا، وبيشيل اللزق اللي على الجرح وبيعالج نفسه بالبرق، وبيقول له امون انا عارف ان في حاجات كتير فاتتك، لكن احنا كلنا عارفين تيث ادم بطل كندهاق القديم وعارفين قصتك كويس قوي. وادم ساعتها بيحاول يرفعه وبيبعد عن طريقه، ولكن امون بيقول له انت عندك قوه خارقه جدا. ساعتها ادم بيبص في المرايه وبيقول له ايه دي؟ بيقول له دي مرايه، اكيد انت ما كانش عندكم مرايه من 5000 سنه. فبيقول له هو انا كنت نايم من 5000 سنه؟ فبيقول له ايوه، وامي هي اللي ايقظتك من القبر بتاعك. بيبص ادم على المدينه
المدينة وبيلاقيها مختلفة تماما، وبيقول له أنا معرفش المدينة دي. قال له أمون إن دي هي كندهاق من بعد 5000 سنة. قال له يبقى دي ما بقتش بلادي. وبعدين بتيجي أدريانا وبيبقى معاهم مراجع كبيرة بتحاول تقرا بيها اللي مكتوب على التاج، وبتقول الحياة هي السبيل الوحيد للموت، أما اللي موجود في بلادهم كرمز للحرية. وبيقولوا إن إحنا فعلا محتاجين دلوقتي البطل خارق، لأن عندنا أعداء اسمهم انترغانغ، وهم بيحتلوا بلادهم وبيسرقوا موارد بلده، وأنت لوحدك اللي تقدر تقف قصادهم. وبيظهر قدام كريم وأخته أدريانا وبيقول لأدريانا أنت اللي صحتيني، أنت اللي نطقت بكلمة السحرية شازام. فبتقول له ما كانش عندي أي اختيار تاني وإلا كنت هبقى ميتة. وبيفضل أمون بيقول له أرجوك أنت عندك قوة كبيرة تهزم بيها الانترغانغ. فبيقول له أنت لازم تواجه دلوقتي أعدائك، مش أنا، دول أعدائك أنت، ولازم ما ترحمهمش أبدا، واللي يقع تحت إيدك لازم تتخلص منه. فأدريانا بتقول له إحنا بس محتاجين بطل يحرر كندهاق من الانترغانغ، لكن بيسيبها ويمشي ما بيبقاش مهتم. ولكن أمون بيجري وراه على السلم وبيشوفه وهو نازل وبيقول له أعتقد إن أنت محتاج الأول تغير شكلك وتغير اسمك ويبقى ليك اسم مميز في العصر الحالي، ولازم يبقى ليك جملة تخوف بيها أعدائك. ولكنه بيسيب أمون وبيطير وبيروح لغاية ما بيقف عند التمثال. آدم البطل كان واقف قدام التمثال بتاعه بيفتكر شوية مشاهد من حياته القديمة أيام ما كان عبده، بيبص للتمثال وبيقول له أرجوك سامحني. وبيبقى أمون بيجري وراه، وأول ما بيشوفه واقف قدام التمثال أمون بيسرق جهاز اللاسلكي من واحد من الحراس اللي تابعين للانترغانغ، وبيقول لهم إن كندهاق فيها بطل وأنا بحذركم من مواجهته. وبيتخلص على طول من الجهاز وبيبدأ يجري وبيعمل علامة المثلث بإيديه وبينادي على آدم علشان ينقذه من الحارس. ولكن بتظهر أمه وبتقول له أرجوك تسيب ابنه، هو ولد صغير. ساعتها الحارس بيبص لها وبيقول لها أنت أدريانا وأنت مطلوب أساسا القبض عليكي. ساعتها أدريانا بتروح ضربة الحارس وبتاخد ابنها وبتجري، وقبل ما يمسكها الحارس بيلاقوا آدم واقف قدامه، وبيبدأ كل القوات بتضرب النار على آدم، ولكن الرصاص كالعادة ما بيبقاش مؤثر فيه، وبيبدأ يهجم عليهم بقوة البرق بتاعته وبيتخلص منهم بسهولة. أما كارتر وبقية فريق جمعية العدالة أول ما بيوصلوا بيشوفوا آدم هو طاير في الهواء ومعاه 2 من قوات الانترغانغ وبيرميهم. ساعتها كارتر بيجري علشان يمسكهم قبل ما يموتوا، وبيقول ليه ماسكين وقتهم خليكوا انتوا هنا وانا هنبدأ في التعامل معاه. وبيلحق الأول كارتر الجنود قبل ما يقعوا، وبتبقى الناس متضايقة ان في واحد أنقذ الأشرار، ولكن كارتر بيحاول يفهم الشعب ان مهما كانت مساوئ القوات دي فاحنا اللي هنحاسبهم في محاكمة عادلة في جمعية العدالة. ولكن أول ما بينزل آدم على الأرض بيروح صاعقهم بالرعد بتاعه، والناس بتقول تحيا البطل تحيا البطل. وبيقول له كارتر احنا من جمعية تحقيق العدالة وجايين هنا علشان نحمي الاستقرار العالمي ونعيد تاني السلام، وانت لازم تسمع كلامنا والا هنستخدم القوة معاك. ساعتها الساحر كان بيكلم آدم وبيقول له آدم احنا عارفين انت مين، بس انت خلاص ما بقاش ليك مكان في عالم البشر دلوقتي، وفي العصر ده قدامك اختيارين، اما انك تركع قدامنا وانك تموت. ساعتها آدم بيقول له انا عشت حياتي طويلة وانا عبد وعشت ومت وصحيت تاني وانا سيد من الاسياد دلوقتي، لا يمكن اركع واستسلم. وبيستخدم قوة الصعق بتاعته ناحية الساحر وناحية كارتر، لكن بيقع آدم في مكان مهدوم، وبيروح أمون وهو وأمه بسرعة علشان يساعدوهم ويشوفوا إن كان حصل له حاجة. وساعتها كارتر والساحر كانوا بيطلبوا المساعدة من ماكسن وأتون، وساعتها ماكسن بتستخدم قوة التحكم في الرياح والإعصار وبتجمع كل الحديد اللي موجود حواليها وبتحبس فيه آدم، ولكن آدم بيستخدم قوته بيدمر كل اللي حواليه. وبيظهر ساعتها الساحر كنت وبينقذ أمون وأمه وبينقلهم لمكان تاني. ولما بيلمس الساحر الشنطة بتاعت والدته بيستشعر إن كان فيها تاج سباك. بيكملوا القتال مع آدم إنه أشكال كتير علشان تمسكه وعلشان يسيطروا عليه، بس بيجي آتوم من وراه وبيروح ماسكه وبيروح حاطه تحت إيده وبيخسف بيه الأرض، ولكن بيقدر آدم إنه يحرر نفسه من تحت إيد العملاق آتوم وبيضربه ضربة توقعه على الأرض. ساعتها الناس بيبقوا مأيدين البطل بتاعهم آدم. بيجري الساحر ورا أدريانا وبيقول لها أنا محتاج آخد التاج منك وإلا هيقع في إيد الأشرار. بتيجي البنت اللي اسمها ماكسن وبتقول له إنه راح على القصر وما اعتقدش إن ده إشارة إنه هيجوا جايين علشان تنقذونا، لو سمحتوا امشوا من هنا وروحوا حققوا الاستقرار العالمي في مكان تاني، بعدين التاج اللي انت بتتكلم عليه مش معايا وآدم هو بطل كندهاق. فكارتر بيقول لها لا يمكن يكون بطل، فبتقول له والله الكلام ده تقوله للناس اللي بيحيوه واللي شايفينه انه هو الامل في تحريرهم. وكارتر بيقول لها انه كان السبب زمان في تدمير المدينه دي وعندنا الاثباتات بكده في نصوص خبناها من قرون. ساعتها بيوافق آدم انه يسمعهم، وساعتها امون جري على خاله كريم، ولكن اتفاجئ بان اسماعيل موجود معاه. ساعتها اسماعيل بيرفع عليه السلاح وبيقول له حط الشنطه بتاعتك على الارض علشان اشوف، وبيفتحها بيلاقي التاج فيها. فساعتها بيخطف امون الشنطه اللي فيها التاج وبيجري للمكان اللي بيستخبى فيه وبيهرب من اسماعيل. واسماعيل بيضرب كريم بالنار في المطبخ وبيبلغ كل قوات الانترغانغ ان هم يحاصروا المبنى علشان الولد معاه التاج اللي هم محتاجينه. اما ادم وكارتر وبقيه افراد جمعيه العداله
كانوا بيحاولوا يقنعوه ان هو يستسلم. في الوقت ده امون بيتكلم مع مامته في التليفون وبيقول لها ان اسماعيل طلع تابع الانتر جانج وضرب خالي بالنار، وانا هربت منه بالعافيه ومعايا التاج، لكن كل عناصر الانتر جانج محاوطه البيت وانا مش هعرف اخرج منه. فساعتها ادريانا بتقف قدام ادم وبتقول له اللي حصل لابنها، وبتقول له ارجوك ساعدنا علشان هم عايزين تاج سباك، ومفوض التاج ده ما يقعش في ايد اي حد وانقذ ابني. وبيحاول امون انه يهرب من قوات الانتر جانج، ولكن اسماعيل بيشوفه وبتجري وراه كل القوات. ولكن في الوقت ده بيظهر ادم وينقذه وبيضرب بقيه القوات بتاعتها الانتر جانج. ساعتها اسماعيل بيخطف امون بالشنطه اللي معاه، ولكن بيشوفهم ادم وهم راكبين موتوسيكل بيطير ورايحين في اتجاه تاني. ساعتها بيجري وراهم بكل سرعته، ولكن اسماعيل بيخدعه وبيخلي فيه موتوسيكلات كتير من اللي بتطير تشوش عليه، ما بيبقاش عارف هو الولد امون موجود في انهي موتوسيكل فيهم، وبيبدا يطاردهم كلهم. وساعتها امون بيكلم امه وبيقول لها ان اسماعيل خطفني وانا في واحد من الموتوسيكلات اللي بتطير، وارجوكم ساعدوني او انقذوني. مامته بتقول له ما تقلقش، فريق العداله وادم بيدوروا عليك. وبيبدا كارتر ينقذ كل اللي بيرميهم ادم، ما بيبقاش عاجبه طريقته. بيفضل ادم يحاول انه يدور على الولد اللي اسمه امون في الموتوسيكلات وبيساعده كل فريق العداله. وفي الوقت ده كان الساحر كانت فايت راح على بيت ادريانا علشان يدور على التاج، وبيلاقي اخوها كريم واقع في المطبخ ومجروح، وبيقول له ما تقلقش هتعيش. وادم بيجري ورا اخر موتوسيكل وما بيلاقيش امون. ساعتها الساحر ظهر لادم وبيقول له هات الاسير اللي معاك وانا هقدر اشوف اللي في عقله، لكنه بيقول له للاسف مات. وبياخدوا كريم من بيت ادريانا علشان يعالجوه، وده طبعا شغل ماكسن. ساعتها ادريانا كانت قاعده حزينه جدا وبتفكر في ابنها، ولكن الساحر بيقول لها ما تركزيش على الماضي وخديكي دايما مركزه على اللي جاي. فبتقول له بما ان انت بقى بتعرف تقرا المستقبل قول لي ازاي اقدر اجيب ابني. فبيقول لها لازم تثق فينا الاول. وفي الوقت ده بيروح جاي ادم ومكسر الحيطه وداخل، وادريانا بتقول له انت لقيت امون ابني؟ فبيقول لها لا للاسف ما لقيتهوش. وبيدخل كارتر وهو غضبان وبيقول له ما تقتلش الاسرى علشان نعرف الاجابات اللي عايزينها. اما ادريانا بتهجم على الاسرى وبتحاول تضربهم. بيمسكها ادم وبيقول لها ارجوك يا ادريانا امسكي اعصابك من الغضب، احنا لازم نعملهم بكرامه واحترام اكتر. وبيحس كارتر ان ادم هيبدا يتعلم سلوك افضل، ولكن هو مره واحده بيخطف الاسرى وبيروح بيهم لارتفاع عالي جدا، وبيجري ورا كارتر وبيقول لهم انا هسالكم سؤال، اللي هيجاوب الاول مش هرميه. وكارتر بيقول له اياك ترميهم. فبيقول له انا عايز اعرف حاجه واحده، هم راحوا فين؟ فواحد بيقول له ما اعرفش. فبيرميه وكارتر بيجري علشان ينقذه، اما التاني بيقول له رايحين منجم خاص بقوات الانتر جانج في الصحراء. بيرجع ادم بسرعه وبيسال ادريانا فين المنجم بتاع قوات الانتر جانج. قال له في عندهم منجم قريب من الجبال الحديديه. وبيجي كارتر وبيقول له انا طلبت منك انك توقف قتلك للناس، واي شرير احنا هنحاكمه بنفسنا. قال له خلاص ما احنا اخدنا المعلومات اللي كنا عايزينها، وكمان انت انقذتهم، ما ماتش حد، الموضوع انتهى وده اسلوبي. ولكن كارتر بيحتد عليه وبيقول له ان في امور تانية احنا لازم نعرفها، وبعدين انت لازم تعرف ان احنا هنا الابطال في مقابل الاشرار. فادم بيقول له انت فاكر انك بطل لمجرد انك بتنقذ شويه مجرمين، وانت عارف ان المجرمين دول هيعذبوا ناس كتير جدا لو ما قدرتش تحطوا حد ليهم دلوقتي، وانا لازم اقتلهم. ساعتها كارتر بيمسك السلجان بتاعه بيبدا هو وادم يضربوا بعض، وبيخبط ادم في حاجه جوه وبيطلع ايده وبيلاقي فيها ماده الاترنيوم، وبيلاقي التاج وبياخده للمركبه، وبيقولوا 10 كيلو جرام من اترنيوم النقي مصنوع منها التاج ده، وبيقولوا ان في كتابه جواها. فادريانا بتقول لهم ايوه مكتوب فيها الحياه هي السبيل الوحيد للموت، ولكن الساحر بيقول لهم ان ده امر بديهي، فاكيد معنى تاني بيقصدوه بالكتابه والنقش الموجود على التاج. وادم بيقول لهم التاج ده لازم نخفيه جوه قاع المحيط علشان محدش يقدر يوصل ليه تاني. ولكن كارتر بكل غضب بيقول له هو ده بالظبط اللي انا هنوي اعمله فيك لما اخلص الموضوع بتاعي. وادريانا بتقول لهم احنا مش هنقدر نتخلص منه دلوقتي، لان ده هو اللي عايزها، ده الحاجه الوحيده اللي عايزها انتر غانغ، ومن خلالها هقدر اجيب ابني. ارجوكوا انا عارفه اكتر واحده فيكم اللي التاج ده يقدر يعمله، وطول ما هو معانا ابني هيفضل معانا وفي امان. وساعتها كارتر بيحاول يقنعها انه ياخد منها التاج ده علشان ما يقعش في ايد اي شخص شرير، لكن بترفض وتقول لهم انا مش هدي التاج ده لاي حد الا لما يرجع ابني، وهنفضل مع بعض جبهه واحده ضدهم ضد الانتر جانج. بيروح الساحر كنت علشان يتكلم مع كارتر انه يهدي الاوضاع ما بينه وبين ادم. قال له انت لازم تفهم ان ادم ده قاتل، ولو انقلب علينا هيقتلنا كلنا. ولكن كنت الساحر بيقول له انت ما بتقررش مين اللي يعيش ومين اللي يموت يا كارتر، انت لازم تفهم الموضوع ان ده القدر اللي هو بيحدده. فكارتر بيقول له في حد هيموت، اوعى تقول لي ان هو اتوم. فكنت الساحر بيقول له لا مش هو. قال له يبقى اكيد اقصد انا. قال له ما اقدرش اقول لك حاجه دلوقتي، ويمكن احنا لسه قدامنا وقت ان احنا نغير المستقبل، ممكن نستغل الاوضاع دي ودايما في اختيار ثالث نقدر نحققه. واول ما بيوصلوا للمكان
المكان اللي فيه المنجم الحديد اقتحم المكان بكل قوته، وكل قوات بتاع الانترغانغ عماله تضرب عليه نار. فاتوم بيقول لهم احنا ممكن نستغل الفوضى دي ونقدر ندخل مادام هو جذب انتباه ليه. واول ما بيوصل ادم بيلاقي اسماعيل هو بالقوات بتاعته معاهم الولد امون وراه درع كبير مصنوع من الانترنيوم النقي. بيقول له اسماعيل ان درع الانترنيوم مش هتقدر تخترقه مهما عملت. وساعتها باقي فريق العداله بيوصل ورا ادم وبيشوفوا امون وهو متوجه للمسدس، وادم بيقول لاسماعيل اياك تقتله والا هقتلكم كلكم. اسماعيل بيقول له مفيش داعي ان اي حد يموت وكل اللي انا عايزه هو تاج. كارتر ساعتها بيقول له ان التاج مش معانا، والساحر كنت بيقول له مفيش خير هيجي من التاج ده صدقني. ولكن اسماعيل بيقول لهم مفيش تاج يبقى مفيش مفاوضات، وبيهددهم بقتل امون. ساعتها ادريانا بتطلع التاج من شنطتها وبتقول سيب ابني وانت هتقدر تاخده، وبيسمح لها اسماعيل انها تيجي لابنها. ساعتها ادم بيزق كارتر وبيهجم عليه وبيقول له اياك تقرب منها. ولما بيحاول الساحر ان هو يوقفها برضه بيتصدى القوه دي ادم وبيقول اياكم تلمسوها. وساعتها اسماعيل بيدخل ادريانا الدرع بتاعهم، واول ما بتدخل اسماعيل بيقول لها اديني التاج ده، فياخد التاج منها. وعيلتي فضلت من جيل لجيل تحكي عن قصه التاج ده اللي صنعه اسلافي واللي سرقوا الصحراء وخبوه له قرون طويله. وكمان كانوا بيحكوا لي عنك يا ادم ان انت فضلت تعيط زي الطفل لما قتلوا هاروت. في الوقت ده كان كل فريق العداله وادم بيستعدوا للهجوم لو حاول اسماعيل انه يقتل امون. اسماعيل بينطق بجمله غريبه وبيقول فيها الموت هو السبيل الوحيد للحياه، وبيضرب رصاصه على امون. ادم بيجرب بسرعه وسرعته بيتصدى للرصاصه وبينقذ امون، وبيجري الساحر يحمي الولد، وبيجري كارتر على ادريانا علشان يمسكها، واتوم بيحط ماكسين جوه ايدي علشان يتفادوا كلهم غضب قوه ادم. وفعلا بيستخدم ادم قواته وبيموت كل اللي حواليه، وحتى اسماعيل بيتحرق بقوه ادم وبيتدمر المكان كله. وبيمشي ادم بعدها وبيجري وراه كارتر، بس قبل ما بيمشي بيقول لهم كارتر قبل ما بيمشي شوفوا التاج وخدوه عليه. واول ما بيمشي بيلاقي اتوم جسد اسماعيل متفحم وماسك التاج حوالين صدره. بيروح كارتر ورا ادم وبيقول له هنفضل لامتى نضرب في بعض؟ وادم بيقول له بكل بساطه انت عارف كويس قوي ان قوتك مش كفايه علشان توقفني. فبيساله كارتر اسماعيل هو مين هاروت ده؟ فبيقول له ان هاروت ده البطل الحقيقي، وهو اللي اتحدى الملك زمان، وهو اللي بسببه قامت الثوره ضد الملك، وعلشان يوقفها حكم على ابنه بالاعدام. لكن لما جه يحكم عليه بالاعدام السحرة خبوه وادوه قوه كبيره خلوه بيها بطل، قدر يحقق بيها انتصارات كبيره على الملك اكتون. وعلشان الملك يوقفه عذب اكتر ناس بيحبوه اللي هو انا ابوه وكانت امه. وما كانتش قوتي كفايه ان انا احمي زوجتي من حراس الملك اللي قتلوها قدام عيني. ولما جه ابنه وشاف امه مقتوله بص عليها ولقاني لسه فيا نفس، وعلشان ينقذني مسك ايدي وقال لي قول ورايا الكلمه اللي هقولها لك دي شازام. وكل القوه اللي عنده انتقلت ليه، بس اول ما تنزل عن قوته ليه الحراس قتلوه ووقع ما بين ايدي وما قدرتش انقذه، وده خلاني اتمليت بالغضب، وده خلى عندي رغبه في الانتقام وبس. وعلشان كده ما قدرتش اكون البطل زيه، وانا دلوقتي مش بطل ولا حاجه وهتخلى عن كل القوه دي. بس ارجوك كن حريص ان انا ما اقدرش اقولها تاني علشان القوه دي ما ترجعش ليا تاني. وبيقول كلمه شازام وعلى طول القوه بتخرج منه وترجع بتروح للسماء. بيرجع ادم لشكله الحقيقي اللي كان عليه وهو عبد من 5000 سنه. وبعدين كارتر هو كل فريق جمعيه العداله بيروحوا بموقع سري لقوه المهام اكس، وبيروحوا يسلموا جسم ادم في المكان اللي حدثته الرئيسه وولر. وبيمشي فريق العداله وعلشان تمنع ادم من انه يصحى تاني او يسترد اي قوه خلته في كبسوله مليانه ميه علشان تمنعه من الكلام. وبعدين بنشوف امون وهو كويس وبيلعب مع ماكسين وكمان اتون. في الوقت ده كان جسد اسماعيل بيحصل فيها تحولات غريبه وعماله تشتعل بالنور جواها، والساحر بيجيله نفس الرؤيه. ساعتها كارتر لما بيلاقي ان كنت هو نايم منزعج بيصحيه وبيقول له هي المهمه بتاعتنا ما خلصتش كده؟ بيقول له رؤيتي للمستقبل ما اتغيرتش وكمان بشوفك وانت بتموت. قال له بس انا مش مهتم ان كنت هموت. ولكن الساحر بيقول له انا مش عايز ابدا اشوفك وانت بتموت يا صديقي. في الوقت ده كانت ادريانا حاسه ان في حاجه مش مظبوطه، وبتقول لماكس ان الجمله اللي قالها اسماعيل عكس اللي احنا بنقراها، وهو بيقول الموت هو السبيل للحياه الوحيد. لكن احيانا ده اللي بيحصل لاسماعيل في نفس الوقت ده، وبيبقى واقف على الصخره الحتميه وبيقابله قوه الشر من العالم السفلي وبيقولوا له الحياه هي السبيل الى الموت، انت موتك هو بقى دلوقتي يا اسماعيل سبيلك في الحياه. وزي ما الصحراء عندهم ابطال احنا كمان بقى عندنا البطل بتاعنا العالم السفلي جواه. وفي نفس الوقت التاج اللي كان قدام ادريانا وماكسين بيتحرق وبيحصل حاجه غريبه جدا، بيطلع عملاق من جوه البحر الشرير
الشرير. كارتر والساحر بيشوفوا سباك رايح على كاندهاك، وبيقول كارتر لكل الفريق استعدوا علشان احنا لازم نوقفه، ولكن سباك بيروح ماسك الطياره بتاعته بيحطمها تماما وبيهجم على فريق العداله، وفريق العداله بيحاولوا قدر الممكن ان هم يوقفوه، ولكن قوات سباك بتبقى قويه جدا وصعب عليهم ان هم يوقفوه. وكارتر بيقول لهم لازم ما يوصلش ابدا للعرش والا هتبقى حياه البشريه كلها في خطر، ولكن قوه سباك بتبقى جباره جدا ما بيقدروش يوقفوه وبيفضل ماشي في طريقه لغايه القصر. وساعتها الساحر بيقول لكارتر ان هو يدخل القصر فعلا وبيروح ورا كل فريق العداله، وساعتها الساحر بيعمل حاجز سحري قدام كارتر وباقي فريق العداله وبيمنعهم من الدخول، وبيقول لهم انا شفت النهايه يا كارتر ودايما في اختيار ثالث لينا. وكارتر بيقول له بس دي نهايتي، انا مش نهايتك انت. قال له انا ما قلتلكش كل الرؤيايه او كل التنبؤات اللي شفتها في المستقبل يا صديقي، وانا عشت اكتر من 100 سنه وشفت حاجات كتير، والاول مره في حياتي ببص دلوقتي للمستقبل ما بشوفش اي شيء، وده شيء جميل ومريحني جدا. وبيودع كارتر بيقول له مع الوداع يا صديقي العزيز. وكارتر بيقول لاتم وماكسن حاولوا تدخلوا من اي مكان في القصر ده. ساعتها كان سباك وصل لمكان العرش وكان في طريقه ان هو يطلع، ولكن الساحر بيقف قصاده وبيستخدم كل قوته وبيقول له انا فايت ساحر ومندوب من اسياد النظام وانا هقاوم الظلام والفوضى لاخر نفس، ولكن سباك بيقول له انك ما تقدرش تهزمني وانت فاهم كده كويس. فالساحر بيقول له عندك حق بس اللي يقدر يهزمك واحد بس. وبيتواصل الساحر مع تيث ادم اللي محبوس في سجنه اللي من الميه وبيقول له ارجوك استيقظ، انا عارف انك سامعني، احنا دلوقتي في المعركه اللي ابنك سابك علشان تكون ليا، وانت لوحدك اللي تقدر تهزم البطل الشرير اللي كان عاوز يواجهه ابنك. وبيستخدم سحره وبيفتح سجنه اللي من الميه وبيحرره منه، وبيقع ادم وبقيه القوات اللي كانت حابسها اللي تابع وولر، وجمعيه العداله بتحاول تقاومه، ولكن الساحر كنت بيتواصل معاه وبيقول له انت بتمتلك القوه علشان تدمر الشرير ده، وانت كمان العالم كله وتقدر كمان تنقذ العالم كله دلوقتي، ارجوك انقذنا كلنا. والقدر ما ارتكبش اي اخطاء ولا ابنك غلط لما اختارك بدل منه بطل تكمل المعركه، لكن ده وقت المعركه الحقيقيه علشان يقدر يواجه الشر والمخلوقات الشريره. في الوقت ده الساحر عمال يستخدم كل قوته السحريه علشان يأيد قوه الشرير السباك، وبيتواصل مع ادم وبيقول له اياك تتخلى عن العالم كله محتاج ليك. وبيهرب ادم من مكانه من السجن بتاعه، بينط في الميه العميقه وبيحاول يوصل لغايه السطح. في الوقت ده كان الساحر بيستخدم اخر قوته في مقاومه سباك وبيقع قدامه بعد ما قوته كلها بتنهار. وفي الوقت ده الحاجز اللي كان عامله قدام كارتر بيختفي، وكارتر بيفهم ان الساحر في خطر وبيجري عشان يلحقه. في نفس الوقت كان كمان ادم مش قادر يوصل للسطح لانه بقى انسان عادي وبدا يغرق. سباك كان قوته كبيره جدا لدرجه انه مسك الساحر وضربه ضربه واحده، ساعتها الساحر بيموت في ايد سباك الخوذه بتاعته بعيد، وبيطلع على السلم وبيقعد على العرش، وفريق العداله بيحاول يلحقه قبل ما يسترد كل قوته، ولكن سباك بتبقى القوه بتاعته عظيمه اول ما بيقعد على عرش الملك اكتون، وبيحصل انفجار كبير وبيشوفها بعديها ادريانا وهي بتقول ابنها، اما ابنها بيقول لها ايه الكائنات اللي طلعت من تحت الارض، فبتقول له ده سباك فتح البوابه، بوابه لجيوش الشر انها تستولى على الارض، ومهما حصل خليك ورايا. وبيقرر انها تقاوم بنفسها وبينضم ليها اخوها كريم. ساعتها ادم كان تقريبا شبه بيموت تحت الميه وبيحلم بابنه وانه هو بيجتمع مع مراته وابنه مره تانية، وبيقول لهم اخيرا مجلس الاسياد لا ينفعش تمثلهم. فادم بيقول له فعلا مش انا البطل الحقيقي، وبيجي من وراه كارتر وبيخترق جسم سباك بقطعه من الحديده كبيره، ولكن سباك بيطلع له وبيمسك كارتر وبيدخل الحديده دي جواه وبيقول له انت لا يمكن تقف قدامي، انا بطل كاندهاق الحقيقي. في الوقت ده بيختفي السحر وبيفهم سباك ان ده مش كارتر، ده نسخه سحريه منه، وبيبقى كارتر واقف قدامه الناحيه تانية وبيقول له اتعلمت الحيله دي من صديق قديم ليه، وبيوريه خوذه الساحر. بيعمل ليه نسخ كتير حواليه وبيحاولوا يمسكوا سباك وبيقعدوا على العرش غصب عنه، وبيبدا ادم يمسكه من قرونه علشان يقطعه ويخلص عليه. في الوقت ده كان الشعب بيقاوم كل جحافل الشر اللي موجوده، وفي الوقت ده بتبقى قوه ادم كبيره جدا وبيشيل سباك من قرونه وبيطيره في الهواء، بيقطع سباك لنصين وبيتخلص منه. في الوقت ده كل الجحافل الشر وكل الجيوش الشريره بتختفي، وبيبقى كده شعب كاندهاق اخيرا اتحرر من قوه الشر. وادم بيقف قدام كارتر وبيقول له انا هنا بسبب الساحر، هو اللي يتواصل معايا، هو اللي حررني من سجن علشان اجي. وكارتر بيقول له ما كنتش فاكر ان في يوم من الايام هبقى مبسوط ان اشوفك زي ما شفتك المره دي. وبعدين بتيجي ادريانا وبيقول لها كارتر هتقدر تخلي ادم يبعد عن المشاكل، قالت له بشرط ان محدش يجي تاني يعتدي على المكان بتاعنا، ولازم تعرف ان احيانا بنحتاج للظلام علشان يقوم بدور الابطال، وان الظلام اللي جواه هو اللي خلق منه بطل يقدر يعمل كل اللي انتم ما تقدروش تعملوه كابطال حقيقيين. بيمشي كارتر وبيقول اتوم قدام ادم احنا فعلا كنا فريق رائع، وبيمشي وراهم، وبيفضل الشعب يقول يعيش البطل، يقعد على العرش
العرش، وبيسأله آمون حاسس بإيه وأنت قاعد على العرش مكان أكتون، فبيقول له حاسس إن في حاجة غلط، وبيطير وبينزل بكل قوته على العرش يدمره، وبيقول لهم إنه حاسس إن الاسم ده بقى قديم قوي ومش مناسب للعصر اللي احنا فيه. فأدريانا بتقول له نقول لك إيه؟ فبيقول لها بلاك آدم. ولحد هنا بينتهي فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام.